السلام عليكم. في الفيديو النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في سايبر سيكيورتي وهي السبنتين. يمكن الاسم يبان صعب شوية بس هو في الحقيقة فكرة بسيطة جدا، وهدفنا اننا نفهمه خطوة خطوة بطريقة سهلة كده من غير تعقيد. نتعلم ايه هو السبنتنج اصلا، ليه بنستخدمه في الشبكات، وازاي بيساعدنا في سايبر سيكيورتي اننا نقسم الشبكة ونحميها بشكل افضل. ان شاء الله في اخر الفيديو هتكون فاهم الفكرة وتقدر تطبقها بسهولة ان شاء الله. يعني ايه سبنت؟ السبنت هو شبكة صغيرة متقسمة جوه شبكة اكبر. يعني تخيل عندك شركة كبيرة جدا فيها شبكة واحدة ضخمة، بدل ما كل الأجهزة تبقى متوصلة مع بعض في نفس الشبكة الكبيرة بنقسمها لشبكات أصغر اسمها سب نتس. تخيل كده المدرسة كلها شبكة كبيرة نتورك، كل فصل لوحده سب نت، كل فصل ليه نظامه وأجهزة ومجموعة طلابه، بس لسه كله تحت نفس المدرسة. ليه بقى احنا بنعمل سب نتس؟ علشان نقلل الزحمة في الشبكة ترافيك، نزود الأمان، ننظم الأجهزة بدل ما كله يكون في شبكة واحدة كبيرة، سهل إدارة الشبكة. بقى الفرق ما بين السبنت والسبنتنج، السبنت يعني دي النتيجة الريزلت، يعني الشبكة الصغيرة نفسها زي الفصل الدراسي. السبنت هو شبكة قسم المحاسبة في شركة. أما السبنتنج دي العملية بروسيس، يعني الطريقة اللي بنقسم بيها الشبكة الكبيرة لشبكات صغيرة، زي ما نكون بنقول أنا بقسم الشبكة الكبيرة لشبكات أصغر. السبنت الشبكة الصغيرة نفسها، السبنتنج عملية تقسيم الشبكة الكبيرة لشبكات صغيرة. طيب ليه بنقسم الشبكة الكبيرة لشبكات صغيرة؟ تخيل عندك شركة كبيرة جدا فيها مثلا 300 جهاز كمبيوتر، طبعات، سيرفرات، أقسام مختلفة، HR IT Sales. لو كل الأجهزة دي على شبكة واحدة كبيرة هيحصل ايه؟ مشاكل الشبكة الكبيرة، زحمة في البيانات، أي مشكلة في جهاز ممكن تأثر على الكل، صعب نتحكم ونراقب الأجهزة، أمان ضعيف لأن أي حد ممكن يوصل لأي حاجة بسهولة. للسبنتن هنا بقى بنقول ليه ما نقسمش الشبكة دي لشبكات أصغر، يعني بدل ما شبكة واحدة كبيرة نخليها كذا شبكة صغيرة، شبكة لل HR، شبكة لل IT، شبكة للسيلز، شبكة للسيرفرز. كل قسم يبقى لوحده كأنه جزيرة كده صغيرة داخل البحر الكبير. الفكرة ببساطة شبكة كبيرة شارع زحمة جدا، أما السبنتنج نقسمه شوارع صغيرة كل شارع فيه حركة منظمة. فايدة التقسيم ده في سايبر سيكيورتي، لو حصل هجوم في سبنت معينة مش هيغرق الشبكة كلها، بنحط حماية مختلفة لكل جزء، بنعرف نراقب كل قسم بسهولة. يعني ايه بقى IP range؟ هو مجموعة عناوين ال IP اللي الأجهزة تقدر تستخدمها داخل السبنت. مثلا لو عندك سبنت IP range زي كده مثلا، معناه ان اي جهاز جوه الشبكة دي لازم ياخد IP من الرقم ده لحد ده، يعني من 1 لحد 254. يعني ال IP range هو الارقام المتاحة اللي الاجهزة بتتوزع عليها داخل الشبكة. طيب ده معناه ايه؟ IP range 192.168.0.0، 192.168.0.254. ده معناه ايه؟ بيقولك ان شبكة سبنت دي فيها اجهزة تقدر تاخد IP من اول رقم 1 لحد 254، يعني اي جهاز جوه الشبكة لازم ياخد رقم من الرينج ده علشان يقدر يشتغل ويتواصل مع باقي الأجهزة. حاجة 192.168.0.0 مش موجود في الرينج ده، اسمه نتورك ادرس، ده بيعبر عن الشبكة نفسها مش جهاز. أول جهاز 192.168.0.1، ده أول IP متاح لجهاز داخل الشبكة. آخر جهاز 192.168.0.254، ده آخر جهاز ممكن ياخد IP في الشبكة. 192.168.0.255 مش موجود برضو، اسمه برودكاست ادرس، ده بيستخدم عشان يبعت رسالة لكل الأجهزة في الشبكة مرة واحدة. طيب يعني ايه الكلام ده؟ ال IP range ده بيحدد الأجهزة اللي تقدر تكون جوه الشبكة. عدد الأجهزة المتاحة حوالي 254 جهاز، بداية ونهاية توزيع العناوين. لازم نفهم حاجة، ان كل رقم زي ده اللي هو الاي بي ادرس، اللي هو مثلا 192.168.0.0، اي بي ده بيتكون من 4 اجزاء اسمهم اوكتت. يعني ايه اوكتت؟ الاي بي اللي هو زي ده 192.168.0.1 متقسم ل4 اجزاء،
192 ده اوكتت، 168 ده اوكتت، 0 اوكتت، 1 اوكتت. كل جزء من دول اسمه اوكتت، يعني الاي بي ادرس بتساوي 4 اوكتتس كاملين. فهم بقى كل جزء بيعمل ايه. ده اسمه نتورك اي بي، نتورك ادرس، معناه ان ده بيحدد الشبكة نفسها مش جهاز، يعني كأنه اسم الشارع اللي هو 192.168.0.0. أول عنوان جهاز في الشبكة 192.168.0.1، ده اسمه هوست اي بي، أول جهاز يعني أول بيت في الشارع. 192.168.0.254 ده آخر جهاز في الشبكة، برضو اسمه هوست اي بي، آخر جهاز. عاوزين نكون عارفين ان 192.168.0.255 ده اسمه برودكاست ادرس، يعني بيبعت رسالة لكل الأجهزة في نفس الشبكة. يعني ايه بقى اي بي رينج هنا؟ الاي بي رينج هو من 1 لحد 254، يعني من 1 ده أول جهاز يقدر ياخد اي بي، و254 آخر جهاز يقدر ياخد اي بي. يعني ايه أي جهاز يقدر ياخد اي بي في الاي بي رينج؟ لما نقول اي بي رينج من 1 لحد 254، ده معناه اي جهاز جوه نفس الشبكة دي بس يقدر ياخد اي بي من الرينج ده. يعني ايه جوه نفس الشبكة؟ يعني الاجهزة اللي متوصلة بنفس الراوتر، نفس النتورك او نفس السبنت، زي الموبايل بتاعك، لابتوب، طبعة، اجهزة الشركة كلها، كلهم لازم ياخدوا اي بي من نفس الرينج ده عشان يقدروا يتواصلوا مع بعض. هي كده شركة فيها 10 اجهزة، الراوتر بيقول اي جهاز يدخل الشبكة دي لازم ياخد من رقم 1 لحد 254، فبالتالي جهازك ممكن يكون مثلا رقم 10، جهاز زميلك مثلا رقم 11، الطبعة مثلا رقم 50. معنى اي جهاز ان اي جهاز في العالم؟ لا، هو اي جهاز داخل نفس الشبكة فقط. بقى الاي بي رينج يعني مجموعة العناوين اللي الاجهزة داخل نفس الشبكة تقدر تاخد منها اي بي. فمثلا من 1 لحد 254 اي جهاز في الشبكة دي بياخد رقم من الرينج ده عشان يقدر يتوصل مع باقي الاجهزة. السبنت ماسك بقى مكتوب determines the subnet size. يعني ايه السبنت ماسك؟ هو اللي بيحدد حجم الشبكة وقد ايه عدد الأجهزة اللي تقدر تكون فيها. هو كأنه محدد حدود الشبكة، يعني بيقول فين الشبكة تبدأ وفين الأجهزة تبدأ. 192.168.0.0 ده عنوان الشبكة network address، يعني بداية الشبكة. 255.255.255.0 ده السبنت ماسك، وده معناه أول 3 أجزاء ثابتة، اللي هو أول 3 أوكتت ثابتة 192.168.0، والجزء الأخير هو اللي بيتغير للأجهزة. يعني عندنا أجهزة زي مثلا 192.168.0.1 .0.2 .0.3 لحد .0.254. السبنت ماسك هو اللي بيحدد حجم الشبكة ويقسمها. الاوريجينال نتورك اللي هو عندك ده معناه شبكة واحدة كبيرة فيها تقريبا 254 جهاز ممكن يشتغلوا، وكلهم في نفس البرودكاست دومين. بدل ما الشبكة تبقى كبيرة بنقسمها لشبكات أصغر سبنتس، يعني بنقول سبنت A، سبنت B، سبنت C، كل واحدة ليها اي بي رينج خاص بيها. سبنت A المهم عندك مكتوب 62 هوستس من 1 لحد 62، مكتوب 192.168.1.0، ده مش جهاز، ده نتورك ادرس. أول جهاز هو 1.1، يبقى في سب نت A هي النتورك 1.0، أول هوست يعني أول جهاز 1.1، آخر هوست 1.62، البرودكاست 1.63. يعني ليه 1 ليه 62؟ لأن بنشيل عنوان الشبكة 0 بنشيله، وبنشيل عنوان البرودكاست اللي هو 63، بيبقى اللي فاضل من 1 لحد 62 أجهزة فعلية. البداية نتورك أدرس، والنهاية برودكاست أدرس، الأجهزة اللي في النص هوستس. سب نت بي بيبدأ من 1.64، نفس الفكرة بس شبكة جديدة. سب نت سي بيبدأ من 128، برضو شبكة جديدة. السب نتنج بيقسم الشبكة الكبيرة إلى شبكات أصغر، وكل سب نت بيكون ليه نتورك أدرس وبداية أجهزة ونهاية أجهزة. والبرودكاست زي مثلا سب نت A اللي فيها من 1 لحد 62، وده عدد الأجهزة الفعلي اللي تقدر تشتغل بداخلها. أول عنوان في أي سب نت اللي هو النتورك أدرس بيكون معرف الشبكة نفسها زي اسم الشارع، مثلا 192.168.1.0،
ده مش جهاز، ده بيعرف الشبكة بس. برودكاست ادرس ده اخر عنوان في اي سبنت اللي هي الشبكة الفرعية بتاعتي، بيستخدم لإرسال رسالة لكل الأجهزة مرة واحدة، زي مثلا 192.168.1.63، يعني ده نداء عام لكل الأجهزة في الشبكة. بنستخدم النتورك ادرس لأنه بيعبر عن الشبكة نفسها، ومش بنستخدم البرودكاست ادرس لأنه مخصص لإرسال البيانات لكل الأجهزة في الشبكة، فبالتالي الأجهزة الفعلية بتشتغل بس في العناوين اللي بينهم. سبنتنج ببساطة هو إننا بنقسم الشبكة الكبيرة لشبكات أصغر اسمها سبنت، يعني بدل ما يكون عندي شبكة واحدة كبيرة فيها كل الأجهزة، لأ، أنا بقسمها لمجموعات أصغر. لمجموعة صغيرة دي بنسميها سبنت، وهي ببساطة شبكة فرعية جوه الشبكة الكبيرة. طيب ليه بنعمل كده؟ اصلا نقسم الشبكة عشان 3 حاجات مهمة جدا: نزود الامان، نقلل الزحمة في الشبكة، ننظم الأجهزة ونخلي الإدارة أسهل. وفي السايبر سيكيورتي بقى الموضوع ده مهم جدا، لأن لما شبكة تبقى مقسمة، لو حصل اختراق في جزء مش بيأثر على الشبكة كلها، نقدر نراقب كل جزء لوحده، نتحكم في الصلاحيات بشكل أفضل. يعني ايه بقى CIDR Notation؟ اختصار لكلاس ليست انتر دومين راوتن. يعني CIDR هو طريقة مختصرة بنكتب بيها الشبكة، بدل ما نكتب السبنت ماسك طويل زي كده، نكتبه بشكل أبسط كده. طبعا عندنا ال IP 192.168.5.23/24، ده ال CIDR Notation. ده معناه عندك IP اسمه ده اللي هو 192، والسلاش 24 معناها ان اول 24 بت للشبكة اللي هي نتورك، والباقي للأجهزة اللي هي هوستس. يعني الشبكة دي شكلها كبير لكن متقسمة بطريقة محددة. طيب ايه بقى حكاية الأرقام اللي تحت دي؟ دي باينري، يعني كل رقم في الاي بي متحول لصفر وواحد بلغة الباينري. السطر الأول اللي هو اي بي ادرس ده بيتحول لباينري، كل اوكتت بيتكون من 8 بيتس. في الأول خالص لما كنا بنشرح البايتس والبيتس، مش فاكرين، تقدروا ترجعوا له تاني. السطر اللي هو بتاع سبنت ماسك اللي هو 255.255.255.0، وده بيتحول للأرقام دي. ايه بقى الأرقام دي؟ الواحد ده نتورك، الصفر ده الهوست. يعني في المثال ده السبنت ماسك أول 3 أجزاء كلها واحد اللي هي النتورك الشبكة بتاعتي، آخر جزء اللي هو الأصفار ده الهوست اللي هي الأجهزة. بقى عندنا النتورك اللي هي 192.168.5 ديت الشبكة، الهوست آخر جزء اللي هو من 0 لحد 255. السطر بتاع اللي هو سبنت ماسك أول 3 أوكتت للشبكة وآخر أوكتت للأجهزة، وده بيخلي عندك شبكة واحدة وفيها حوالي 254 جهاز. طيب يعني ايه أول 3 أوكتت للشبكة؟ هيكون عندك 255.255.255.0 أو سلاش 24، ده معناه أول 3 أجزاء ثابتين للشبكة وآخر جزء للأجهزة. نتورك بقى اللي هو أول 3 ده اسم الشبكة، كل الأجهزة اللي في نفس الشبكة لازم يكونوا أول 3 أرقام زي بعض. الجزء الخاص بالأجهزة هوست اللي هو 23، ده معناه رقم الجهاز داخل الشبكة، كل جهاز بياخد رقم مختلف في الجزء ده. لما نقول أول 3 أوكتت للشبكة، يعني أول 3 أجزاء من الاي بي ثابتين لكل الأجهزة في نفس الشبكة، آخر أوكتت هو اللي بيتغير وبيمثل كل جهاز داخل الشبكة. السلاش 24 هنا مش حاجة ثابتة وخلاص، تعالوا كده نفهمها صح ونعد مع بعض البيتس دي. اي بي بيتكتب في صورة 32 بت، يعني 4 أجزاء أوكتت وكل جزء 8 بتس. احنا عارفين ان البايت فيه 8 بت، ف8 بتس 8 بتس 8 بتس 8 بتس، المجموع 32 بت. لما نقول بقى سلاش 24 يعني ايه؟ يعني احنا خدنا اول 24 بت للشبكة، تعالوا بقى نعدها: اول 8 بت، تاني 8 بت، تالت 8 بت، كده بقوا 24 بت. طيب الباقي ايه؟ المتبقي من ال 32 بت هو ال 8 بتس بس، دول بتاع مين؟ بتوع الأجهزة هوستس. فال 24 بت دول للنتورك والتمانية للهوستس الأجهزة. يعني السلاش 24 مش رقم ثابت وخلاص، ده معناه اننا بنعد ال 24 بت من الاي بي ونخليهم للشبكة، والباقي 8 بت بيكونوا للأجهزة. كل اللي يهمك دلوقتي انك فاهم ان اي شبكة كبيرة ممكن تتقسم لشبكات اصغر، وكل سبنت لها نطاق اي بي خاص بيها
وده بيساعدنا في الأمان والإدارة. أنا مش عاوزة أتعمق في حفظ الأرقام ولا ندخل في حسابات كتير، لأن في الحقيقة في تولز وأدوات بتقوم بعملية تقسيم الشبكات دي تلقائي، ومش بنقعد نحسبها بإيدينا كل مرة. أتمنى تكونوا استفدتم كتير، وأشوفكم في فيديوهات جاية إن شاء الله. سلام.